تخيل أن نتيجة معركة إيسلي انقلبت تماماً، وأن المغرب هو من انتصر على فرنسا. ليس مجرد فوز عسكري، بل زلزال في ميزان القوى. أول صدمة: هيبة فرنسا تتكسر في شمال إفريقيا، قوة أوروبية كبرى تهزم، وهذا وحده يغير حسابات الجميع، لأن من يهزم قوة عظمى يحسب له ألف حساب. ثاني تأثير مباشر: المغرب يفرض شروطه، ليس دفاعاً فقط، بل نفوذ سياسي أقوى، وحدوده تصبح أكثر أماناً، وثقته بنفسه ترتفع بشكل كبير. ثالث: الداخل يتغير. الانتصار يوحد، يقوي الدولة، يرفع الروح المعنوية، ويعطي دفعة لبناء جيش أقوى وتنظيم أفضل، لأن النصر يخلق طموحاً أكبر. ثم المفاجأة الأكبر: فرنسا لن تتقدم بسهولة بعد ذلك. أي محاولة جديدة ستكون مكلفة وخطيرة، وهذا قد يؤخر أو يغير شكل التوسع الاستعماري في المنطقة. والآن النتيجة النهائية: مغرب أقوى، موقف سياسي أعلى، ثقة عسكرية أكبر، وتأثير إقليمي يتوسع. وفي النهاية، نعم، لو انتصر المغرب في معركة إيسلي، لكان قلب موازين القوة في المنطقة، وربما غير مسار الضغط الاستعماري بالكامل، لأن انتصاراً واحداً في لحظة حاسمة قد يعيد كتابة تاريخ أمة كاملة.